مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح أعمل لكم كيك الشوكولاتة وصوص كمان الشوكولاتة. أول إشي راح نبلش بالمكونات. راح نحتاج لطحين، وراح نحتاج لمي، وراح نحتاج لزيت ولبيكنج باودر وفانيلا ولطحين ولسكر. راح نبلش أول إشي بالمكونات الجافة. راح نجيب صحن هيك كبير ونضيف فيه كل المكونات. بعد ما بنحط فيه كل المكونات الجافة بنحركهم كثير منيح. بعدها بضيف عليهم الزيت وبضيف عليهم المي. ببلش أضيف المي بالتدريج لحد ما أوصل لقوام كثيف بهذا الشكل. بس أوصل هذا القوام خلاص بستكفي من كمية المي. وبعدها بجيب صينية الخبز بدهنها بزيت أو زبدة وبرش عليها رشة كاكاو. بحط فيها الخليط اللي عملناه وبخبزها لمدة نص ساعة بالفرن على درجة حرارة متوسطة. وبنبلش نعمل بالصوص تاع الشوكولاتة. رح نحتاج لمي، رح نحتاج لفانيلا ونشا، رح نحتاج لسكر وحليب بودرة وطحين وكاكاو. رح نجيب عنا هيك طنجرة كبيرة وواسعة شوي، وبنحط فيها كل المكونات. طبعا المكونات ومقاديرها رح احط لكم اياهم كمان بصندوق الوصف. بنحط المي وكل المقادير وبنحركهم كتير منيح. بعد ما نحركهم منيح بنحطهم على الغاز على أهبط درجة من الحرارة. بنضل نستمر بالتحريك لحد ما يصير عندي الخليط اللي عملناه كثيف ولحد ما يغلي. بس يغلي برفعه عن الغاز وبخليه يبرد. وكل ما برد عندي الخليط كل ما كثافته صارت أعلى. بس يجهز الكيك بحطه بصحن التقديم وبخليه يبرد. وبزينه بالصوص، وممكن اني اضيف معاه كمان فواكه، ممكن اضيف معاه مكسرات. وبس هاي الطريقة لليوم. خبروني بالتعليقات شو بنحب نعمل، شو بتحبوا نعمل بالفيديوهات الجاية. وإذا جربتوا طريقة خبروني كمان. وألف صحة وعافية على قلوبكم. سلام.